يلا نصلي على النبي وتعالوا نبتدي بقى نعمل فخدة كده خطيرة. يلا بسم الله. معايا بصلة وطماطماية وكم فص ثوم وقرن فلفل. هضربهم في الكبة، هقطعهم واحطهم في الكبة كده. الفلفل لو عادي مش حار عادي مش مشكلة، هو ما بيبانش. واحط التوابل، فلفل اسود وبابريكا وكمون وتوابل كبسة، وبحط معلقتين عسل كبار، بتخليها جميلة وبتخلي اللحمة جوسي كده وطرية وحلوة. واحط الملح، وحطيت معلقة خل كبيرة، وهبتدي افتح الفخدة كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. هعمل فيها فتحات كده عشان هحط فيها فصوص الثوم كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. فتحها بقى من كل حتة كده، بيديها طعم حلو جدا. وادخلها بقى كويس عشان ما يطلعش تاني في الفتحات اللي انا فتحتها كده بالشكل ده كده. هحط بقى في كل الفتحات اللي انا فتحتها، وبرضو من الناحية التانية هفتحها كده برضو واحط فيها فصوص توم برضو كده بالشكل ده كده. وعندي ورق فويل وحطيت عليه ورقة زبدة، وهحط باقي فصوص الثوم اللي فضلت معايا، وهحط بقى التتبيلة الخطيرة اللي انا عملتها في الكبة، وادهن بقى الفخدة كويس كده حلو كده. طبعا لو انا متبلاها من قبلها بيوم افضل او من قبلها بكام ساعة. وبرضو من الناحية التانية ادهنها كويس كده عشان كلها تشرب من التتبيلة. وهي اللحمة الضاني اصلا بتبقى طعمها حلو وما بتحتاجش تتبيلة كتير. وهحط راس توم كاملة كده، وهقطع جزر تخين كده، وهقطع بصلة برضو كده برضو، وهحط ورق لورا وحبهان وفلفل اسود حب، بيدي ريحتها حلوة زي ما انتوا شايفين كده. بتبقى خطيرة. جربوا الوصفة ان شاء الله تعجبكم. هغطيها بقى كويس بورق زبدة، واقفلها بورق فويل كويس ان هي ما يطلعش منها اي هوا كده. وهحطها في الفرن، يعني بحطها ساعة ونص فرن عالي، وبعد كده بهدي النار عليها بقى تستوي براحتها كده. هي كده خلاص استوت وانا طلعتها من الفرن. شوفوا ما شاء الله حلوة جدا. جربوا الوصفة ان شاء الله تعجبكم. طبعا مستوية كويس. وده الرز اللي انا بعتمده عندي في الكبسة. لو شفتوا فيديوهاتي قبل كده هتلاقيني عملته معاكم قبل كده. بحط بقى بصل اللي انا محمراه عليه، وده زبيب ولوز محمراهم. وطبعا بقى عاملة الكشنة السعودي. وهنا بقى بيحبوا ياكلوا الفخدة والحاجات دي بعسل، فانا بحطه، البنات عندي بيحبوا كده. والكشنة دي انا عملتها برضو معاكم قبل كده. شوفوا ما شاء الله حلوة جدا ما شاء الله. بألف هنا. شوفوا مستوية ازاي، اللحمة بتطلع لوحدها خطيرة حلوة جدا.
شايفين مستوية ازاي؟ هي بس سخنة شوية، مش قادرة استحملها. شايفين العظم بيطلع لوحده، ما شاء الله حلوة جدا.